من الدار البيضاء، من كازابلانكا، من أقدم شارع في كازابلانكا، كازا القديمة خالص، من مكان اسمه السقالة. موجود مع حضراتكم النهاردة مكان عمره 300 سنة، مكان الحقيقة حاجة تحفة معمارية. موجود مع حضراتكم النهاردة في كازابلانكا علشان نحقق الحلم. بعد قليل إن شاء الله بإذن الله هكون مع حضراتكم في حلقة خاصة جدا من داخل أقدم مكان في كازابلانكا، وهنكون موجودين بكرة مع حضراتكم في استاد اللقاء لتحقيق الحلم، وهو حلم التأهل لكأس العالم. حلمت قبل كده وكنا مع بعض ورحنا كأس العالم، بس رحنا كأس العالم من برج العرب، وكانت المهمة صعبة وكنا برضو موجودين في الاستاد. ان شاء الله بإذن الله المرة دي هنتأهل من كازابلانكا، هنتأهل مع حسام حسن ورجالة المنتخب الوطني، هنتأهل ان شاء الله بإذن الله لأمريكا. كله هنا مستعد، كله مركز، ناقص حاجة واحدة بس، ان كل الناس وكل الشعب المصري يقول يا رب. حلمنا بيه كتير، امريكا خلاص قربت، 24 ساعة ان شاء الله بإذن الله بتفصلنا عن الحلم ده، ونحلم ونحضر نفسنا ونروح. المباراة بكرة سهلة بس صعبة، مفيش مباراة بتخلص غير بالأهداف. ان شاء الله بإذن الله رجالتنا بكرة يخلصوا، محمد صلاح، تريزيجيه، المجموعة كلها، وان شاء الله بإذن الله تبقى مباراة كبيرة. تعالوا معايا افرجكم كمان على مكان الحقيقة من احلى الاماكن اللي زرتها في حياتي. النهاردة هنتكلم على مباراة بكرة، حسام حسن بيفكر في ايه، لاعبتنا جاهزين لايه. اكيد حضراتكم كله قاعد بيحلم، كله قاعد مستني وبيعد الثواني والدقايق ان مصر تكون موجودة في كأس العالم. ده حلم، زي ما قلت لكم الحلم قرب، وان شاء الله بإذن الله تخلص بكرة، نحتفل بكرة، ويوم 12 نكون في استاد القاهرة نحتفل كلنا مع بعض. البعثة المصرية موجودة كلها، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، المتحدة للرياضة محمد يحيى، وكل تيم السيد وزير الشباب والرياضة، كل الناس هنا على قدم وساق. كله أكيد بيحلم بحاجة واحدة بس، مفيش هنا غير حديث واحد. بتحلم بإيه وعايز إيه؟ عايز أروح كأس العالم، عايز أتأهل لكأس العالم. ده إن شاء الله بإذن الله اللي إحنا بنحلم بيه، وده إن شاء الله بإذن الله اللي بكرة هنحققه. قولوا يا رب وخليكم معانا.